بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتكريما وتعظيما للقلم وللكتابة قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. في الحقيقة أنتم وحشتونا، ومن زمان يمكن يعني ما تواصلناش مع بعض، ولكن هي قضية الخط العربي قضية مهمة، وكل ما ابتعدنا عنها بنحس إن احنا لابد إن احنا نرجع لها نظرا لأهميتها. لكن احنا بس عايزين النهارده نختلف شويه، وبرضه ان شاء الله بعمليه التواصل نحاول ندي كل شيء حقه. بمعنى النهارده احنا عايزين نشتغل للولاد اللي هم الصغيرين بتوع المدارس، سواء في الكيجي او المرحله الابتدائيه او الاعداديه او حتى الثانويه، لما حد بيجي يقول علمني خط، فبنبص نلاقي يعني الناس مش عارفه تمسك القلم، وده شيء يعني مسيء جدا. فالمهم ان احنا عايزين النهارده عشان بس ما نطولش هنخش مباشره ازاي نعلم ولادنا اللي هم بيكتبوا بالقلم العادي الخطوط اللي هي العاديه، وهي المتمثله في خط النسخ وخط الرقعه. احنا عايزين نخش النهارده في خط النسخ، لان هو الخط الاكثر شيوعا، وده الخط اللي احنا بنشوفه في اي حاجه. اي كتاب مكتوب بخط النسخ، اي صحيفه مكتوبه بخط النسخ، اي مجله مكتوبه بخط النسخ، فهو ده دايما اللي الولاد بيشوفوه بعينهم. النهارده هنبدا بخط النسخ ومش هنطول، راجين من الله ان احنا نتواصل مع بعض ويكون في امتداد لهذا الدور اللي احنا بنحب ان احنا نكون بيه. طب يلا بينا نشتغل على طول في خط النسخ. خط النسخ عشان احنا نكتب خط النسخ او نكتب اي خط لابد من عمل سطر، لذلك الكراسه اللي انت بتكتب فيها او السكتش اللي انت بتكتب فيه هو مسطر. وبرضه احنا بنحب السطور اللي هي مش التسع سطور، بنحب السطور دايما اللي هي تحت بعضها، لان السطر له دلاله. فيه بعض الحروف بتكتب على السطر، وفي بعض الحروف بينزل جزء منها تحت السطر، ودي بتختلف من خط الى اخر. لكن النهارده احنا هنبدا بخط النسخ، وهناخد برضه كم حرف كده بسيط جدا علشان ولادنا. احنا بنحاول نهتم بولادنا، اللي هي مشكله. الواد فاهم كل حاجه، وانا عارف ان كلنا عارفين ان ولادنا فاهمين، ولكن بتقل درجاتهم بسبب سوء خطهم. مش عايز نطول، يلا نبدا. انا هنعمل لنفسي سطره. يبقى انا جبت يعني الاستك ده كده عشان بس نكتب على سطر اهو بالراحه خالص كده. انا عملت سطره. احنا النهارده هنكتب في خط النسخ، هناخد بعض الحروف البسيطه جدا، وده لاولادنا مش للمتخصصين. المتخصصين احنا لن نتركه ولا نستطيع البعد عنه. ان شاء الله هنحاول نعمل برنامج معين ان احنا نهتم بالمتخصصين وايضا نهتم باولادنا الصغيرين. يلا بينا. احنا اتفقنا ان احنا هنعمل كام حرف كده يعني بسيط جدا في خط النسخ. وعلى فكره احنا مش هنكتب بعرض التباشيره ولا حاجه، هنكتب بسن التباشيره التي تمثل سن القلم، سواء الرصاص بالنسبه من اول الصف الاول الى الصف الثالث، او القلم الرصاص بالاضافه للقلم الحبر او الجاف بالنسبه للي هم رابعه وخمسه والاعدادي والثانوي وهكذا. طب يلا بينا. احنا ببساطه جدا عشان نكتب حرف الالف هو حرف قائم كده اهو بالشكل ده كده اهو، يبقى قائم مش مائل لا لليمين ولا للشمال. واحد هيقول لي الهمزه اذا كانت طبعا كلمه احمد هنحط الهمزه فوق، كلمه الى احمد ذهب الى المدرسه هنحط الهمزه تحت كلمه الى، لكن احنا بنعمله كده مجرد لما يخش في كلمه نعرف الهمزه موضعها فين. يبقى ده حرف الالف. حرف الباء اهو ده حرف الباء. حرف التاء هو زي الباء بالظبط اهو، وحط نقطتين. برضه احنا نراعي ان احنا بنكتب لاولادنا الصغيرين اللي يجب ان نهتم بيهم، ويجب ان يكون في اهتمام بيهم من مرحله الكيجي والمرحله الابتدائيه وخلافه. الخط مهم جدا، نرجو من الجميع ان يهتم بالخط. ده حرف التاء. حرف الثاء نفس البدايه اهو ببساطه خالص، نقطه 2 3. نخلي بالي ان في خط النسخ النقطه خط الرقعه كانوا نقطتين شرط، في خط النسخ لا، نقطه نقطتين 3 نقاط. طيب حرف الجيم حرف سهل، في بعض الناس يمكن بتستصعبه شويه، هو ما هو صعب ولا حاجه. ليه؟ لاننا بنيجي بنعمل شرطه كده. الشرطه ديت فين بالنسبه للسطر بتاعي؟
هي فوق السطر اهي، ثم من النص نبدا نعمل نص دائره كده، نص دائره. خلاص ادي حرف الجيم. طيب حرف الحاء هو نخلي بالك حتى يعني نجمع مع الغطا دي، يعني احنا لو عملنا دايره كامله كده اهي مثلا، يعني احنا بس بنحاول نبسط الامور اهو. فانا عندي دايره اهي، كل الحكايه ان انت بتاخد نص الدايره دي اهي بالشكل ده كده تقريبا، يعني اهو دي نص الدايره اهي. الشرطه بتاعتي فوق اهي، يبقى ده حرف الجيم او الحاء لو ما فيش نقط اهو، يبقى انا خدت نص الدايره، او الخاء يبقى برضه شرطه فوق السطر، يعني السطر اللي انا عامله بيمر تقريبا من نصف من نص الجيم او الحاء والخاء. وادي حرف الخاء اهو، النقطه بتاعته فوق. احنا على فكره احنا مش عايزين نكتر على كده، بس خليك معايا كده لحظه واحده ولاحظ معايا. في حرف الجيم او الحاء والخاء بيبقى فيه اخطاء شائعه، تعالى نعمله حرف كده في خطا شائع. بعض الناس بتعمل الشرطه كده تبحث ويروح جاي لافت من هنا، يبقى الكلام ده غلط. او بعض الناس هو حد يفكر ان دي كتاب، دي مش كتاب، دي خارج الكلام اهو. احنا بنقول على الاخطاء، هنا الشكل الصحيح هنا الشكل الخطا. او يروح جاي عاملها كده ويروح طالع بره كده، يبقى برضه غلط. الصح ايه؟ الصح ان نص الدايره دي بيمشي مع البدايه اهو، وتكاد تكون ماشيه مع النهايه اهي، ماشيه مع البدايه وديت ماشيه مع النهايه. طلعت شويه ما فيش مشكله، حبه صغيرين اهي معاها اهي معاها جيم او حاء او خاء، يبقى ده كان صح ده كان غلط. على فكره احنا مش هنطول على كده، لان احنا عايزين الناس تتعلم، وعايزين الناس تتعلم ببطء وبالراحه علشان تستطيع ان تؤدي اداء صحيحا. ولكن احنا متواصلين، لو حبيت ان احنا نزود نبقى نزود، حبيت نبطئ عن كده نبطئ عن كده. على العموم لنا لقاء اخر ان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله، ومتواصلين مع بعض باذن الله. وكل عام وانتم بخير، والى لقاء قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.